الثورة لليوم قرابة 1,000,000 تونسي تزادوا للجالية التونسية في الخارج، وحسب إحصائيات لياناس بريسك شطر الشباب اللي قعدوا في تونس يخموا باش يخلطوا عليهم وبأي طريقة كانت. كيفاش تعدينا من 4500 حارق في 2010 ل 18,000 في 2022؟ ليه راني بنت العائلة هذه اللي حابة لا نختم للزب ينحرق يدها في الزب القراي. الحرقة ما كانتش ديما طموح أغلبية الشباب التونسي، حتى يكشي الأول التسعينات في بريود وين الفيزا للأوروب ما فماش ولا سهلة برشا. الحرقة بمفهوم تشق البحور والحدود خلصة كانت عيب في المجتمع التونسي. اليوم حكاية أخرى تقلبت المشامية والفلان. كيفاش الحرقة تعديت من ظاهرة هماشية لظاهرة مجتمعية في أقل من 15 سنة. إجا نتبعوا رحلة الحرقة بالتابول المينستريم ومن السكريت وللتيك توك والانستغرام. أنا في المياه الإقليمية معنا والدعويش. يا الرئيس خدمك البابور. به قبل كل شيء خلينا نفكركم في حكايتين. الحرقة أو الهجرة الغير شرعية ما هيش توندونس جديدة، ومش كان السياسي التونسي عنده يد في الحكاية. الهجرة غير شرعية متاع سيدنا موسى من مصر لفلسطين هارب من السلطان وشاقق البحور، ولا كيف عليسة مقطعة من لبنان وجات أسد كرتاج، يوريونا اللي الهجرة هي من أقدم إنجازات الإنسان من نهارة لومو سابيانس خرج من الأفريق وانتشر في باقي العالم. أقدم تراس بتاع باسبور في التاريخ القاوه في الإمبراطورية الفارسية 450 سنة قبل الميلاد، وين الوثيقة هذه كانت نوعا ما من لسي باسي يسلمها لك الملك باش تمر البر متاعه من غير ما يستفعلوا فيك ولاد الحرام. وبالوقت الباسبور ولا يخص أكثر السلع، وين نلقاو أثر في إيطاليا في القرون الوسطى على كلمة باسابورتو أو باسابورتا، مرور البرد أو الباب، اللي يخلي السلعة تدخل من باب المدينة باش تتباع في السوق. وقت اللي كانت الرعية يعني عامة الشعب محسوبة ملكية الملك، الخروج من البلاد من غير إذن كان يتعاقب بالإعدام. وبالوقت نحات عقوبة الإعدام، أما الباسبور قعد آلة في يد السلطة تتحكم بها في خروج الرعية من البلاد. الباسبور متعمم في العالم كان بعد الحرب العالمية الأولى، وين الليج اوف نيشن عصبة الأمم وماهيش تفدلي كذا كيما لونو اليوم عممته في برشا بلدان في العالم. الحاجة الثانية اللي لازم نتفاهموا فيها، الحرقة ما كانتش ديما في اتجاه واحد. في أول القرن اللي فات في تنبك الحرب والوباء الكورة كانوا مقطعين بالآلاف بالطليان في اتجاه تونس، أرض الأمن والأمان وقتها. في عهد الاستعمار كانت الهجرة في اتجاه المعاكس، الفرنسيس والتلاين كانوا يتعاركوا على شكون يعبي تونس أكثر. بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية الاستعمار الأوروب في خراب، فاقدة فوق 18 مليون راجل في الحرب ومستحقة يد عاملة باش تعود تبني. هذاك علاش الحدود كانت مسيبة والمهاجرين ترتع في أرض ربي واسعة. La formidable période de croissance qu'enregistrait la France, c'était l'époque des 30 glorieuses, 30 ans de croissance, de progrès technique et de plein emploi. ويا وخيتي ما تضرك عين. Pétrole, Raymond Barre craint un désastre, il met en garde producteurs et consommateurs. Jimmy Carter arrête les importations de pétrole iranien. Encore et toujours le pétrole en tête des nouvelles de ce lundi 12. L'Arabie Saoudite puisse en augmenter le prix sans même attendre la prochaine conférence de l'OPEP le mois prochain à Caracas. أزمة النفط بركت الاقتصاد الأوروبي، طالع غلاء فقر وكانت ناك تزيدها لص. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est sans doute un attentat. Il était un peu plus de 9 heures ce matin lorsqu'une explosion... 4 hommes ouvrent le feu avec des armes automatiques, des pistolets mitrailleurs rue des Roses. Faut-il être lâche et criminel pour déposer des bombes un samedi après-midi? 3e attentat en 3 jours à Paris. Donc l'attentat le plus grave. 6 morts, 12 blessés. Tue une personne et fait 63 blessés. 3 morts et 106 blessés. عام 86 سيري متاع أتونتا خضت فرنسا، وكالعادة في الخور هذا الكل فما توانسة ديما مشرفيننا في الخارج.
Parmi les membres du groupe islamiste, Fouad Ali Saleh, un Tunisien suspecté d'être l'organisateur présumé des attentats. Des dizaines de policiers surgissent soudain, entourent un taxi et ceinturent 3 hommes. Ce sont les premières arrestations d'un groupe de 9 personnes, en possession de passeports tunisiens. شعفة وتوبة عامتها فرنسا فرضت الفيزا على العاري واللبس وتبعوها برشا بلدان أخرى. Arrêtons-nous quelques instants sur le projet de loi de Charles Pasqua. Une certitude, il marque un tournant important dans la politique française en matière d'immigration. Renforcer le contrôle aux frontières pour éviter l'immigration clandestine. Toutes les possibilités d'entrée en France doivent être restreintes. L'accès à ces cartes de séjour est restreint. Il sera plus difficile de l'obtenir parce qu'on se marie avec un Français ou parce qu'on a un enfant né en France. Plus de titre permanent en tant qu'étudiant. في الأعوام اللي من بعد الفيزا قاعدة تتعدل وتتعمم في الأوروب الكل سلة حتى يكشي لنفعلوا اتفاقية شنغن عام 95. Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la RFA et la RDA, après l'unification allemande, s'engagent à favoriser la libre circulation des citoyens à l'intérieur de leur pays en reportant les contrôles aux frontières extérieures. ولنا بديت رحلة الحرقة من التابو للمينستريم اللي هي على باز كلمة يستعملوها الجزائرية اللي عندهم تاريخ أعمق منا في الهجرة للأوروب. وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. Quelle nationalité, monsieur? Algérienne. Je veux rétablir ma situation, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas prendre cette nationalité-là. C'est impossible pour moi car mon père est un martyr de la révolution algérienne, pour vous dire au juste. Et si malgré tout ça ne marche pas? Ça marche. Ça marche. Ça marche. الحرقة كانت عندها زوز معاك، تحرق الفيزا يعني تفوت الديلي متاع المرويح، وإلا تحرق أوراقك باش ما ينجموش يرجعوك لبلادك. خلاصة القول، بلادك عملت باسبور باش تتحكم في خروجك، والبلاد اللي ماشي لها عملت لك الفيزا باش تتحكم في دخولك. تونس بعد الاستقلال كانت مطرشقة. ليه؟ يعني جونا أحلى جو، الخدمة متوفرة، الدنيا رخيصة والعيشة فل. 300 فرنك الكيلو كانت ب 600. هاي تريلة ونازل لي. ثم هاو عندنا زاد السرة زاد كان ب 1400 جو، هذايا ب 840 كيلو سرة. والبوري خشين. يزيد البلاد مستحقة لولادها وبناتها باش يبنيوها، فلذا فكرة الهجرة للأوروب ما كانتش منتشرة برشا حتى يكشي لآخر السبعينات. Moi je suis optimiste. Quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis, moi, je crois que j'ai fait quelque chose de solide, qui tiendra après moi. Madame, Monsieur, bonsoir. En Tunisie, après la violente journée d'émeutes qui ont éclaté hier un peu partout, le calme est revenu aujourd'hui à l'exception de quelques troubles qui se sont encore produits au sud de la capitale. Ce qui est sûr, c'est que la hausse du prix du pain n'explique pas tout. أيها الشعب التونسي، الآن وقد استتب الأمن، نرجع فين كنا كما كنا قبل، كما كنا قبل الزيادات، لكن الزيادات هذيك نوقفوا. بورقيبة رجع الأسوام القديمة أما ما رجعش الثقة. تونس وقتها في أزمة سياسية واقتصادية للعنكوش اللي لعبت دور كبير في تكبير الجالية التونسية في الخارج. البطالة وغلاء المعيشة والظلم كما اليوم بالضبط خليت الشعب التونسي يمشي يلوج على أفاق جديدة في الأوروب، واللاكسي كان أسهل من اليوم ببرشا. الحرقة في تونس كانت قبل تخص الجماعة الرشرشي واللي ما نجموش يتعديو الديوانة، كما بورقيبة مثلا عام 45 كحرق من قرقنة
الليبيا ماشي لمصر. اليوم اللي ما يخممش في الهجة بأي طريقة كانت. أرقام الحرقة من تونس توقف المخ، وكل عام يوسع اللي بعد. فلو متاع الناس اللي طالبين الفيزا تلمو كثر عسفرات. عام 2012 جابوا لنا شركة باش تتلهي خصيصا بالموضوع هذا، كسيحة الفيزا، وتعدينا من 4500 حارة ل 18000 في أقل من 15 سنة. ومش كان الفيزا كسيحت، حتى العيشة في تونس. وكان نقعدوا بالدزة هذه شنو ينجم يصير؟ في البرازيل مثلا فما أكثر لبنانيين عايشين غادي من اللبنانيين العايشين في لبنان. الجالية اللبنانية تكونت في فرد الظروف اللي تكونت فيهم الجالية التونسية. زيد عليهم الحرب الأهلية خليت اللبنانيين اللي في الخارج أكثر من اللبنانيين العايشين في لبنان بمرتين اليوم. والسؤال، هل تونس ماشية في ثنية لبنان ودزوا خوطح في الغربة، ولا تونس مازال فيها أمل للجينيراسيون متاعها؟ كيفاش نجموا نقنعوا الشباب اللي مستعد يموت في البحر وما يزيدش درج في البلاد إنه حل الأزمة هذه هو شبابها؟ عاونونا نجاوبوا على الأسئلة هذه في اللي سونداج اللي على الانستغرام ويوتيوب البولي. وانتي عم بارك.